قبل ما تبدا هتلاقي في الديسكربشن شرح كل المصطلحات اللي مهم تكون عارفها عشان الليسن ده يبقى سهل عليك. ويلا بينا نبدا. اتكلمنا في الاجزاء اللي فاتت عن معادله الاد رانك، وشرحنا بالتفصيل كل متغير من متغيرات المعادله، البيد والكواليتي سكور والاكستنشن امباكت، وعرفنا انه مش بس مهم تتخطى المنافسين بتوعك عشان تظهر، لا انت مهم تعدي الحد الادنى واللي هو الثريش هولد اللي محدده السيستم سواء للتوب ادز او للبوتوم ادز. في المرحله دي بعد ما خلاص اتحدد الثريش هولد وعرفنا مين من الادفرتايزرز هيظهر ومين لا، بتبدا المرحله اللي بعدها وهي الاد بوزيشن ديستريبيوشن، ودي المرحله اللي بيتوزع فيها الادفرتايزرز على اماكنهم. لحد هنا عدينا جزء مهم جدا من القصه، وهيبدا الجزء اللي بعده واللي هو بصراحه يعني الجزء الامتع. كده انت خلاص الكامبين بتاعتك اتقبلت وعديت الاد رانك، تخطيت المنافسين بتوعك وعديت الثريش هولد، وهيبدا الاد بتاعك يشوف النور، هيبدا يتشاف، وهتبدا مرحله الامبريشن. الامبريشن يعني كل مره اد معين يتشاف فيها سواء من نفس الشخص او لا. وزي ما انت شايف دلوقتي ممكن يوزر واحد يعمل سيرش ويتسبب في حدوث 7 امبريشن. يعني مثلا لو يوزر عمل سيرش على كلمه معينه وظهر له في السيرش ريزلت حوالي 7 ادز، هو كده عمل امبريشن لكل ادفرتايزر، وده بيخلق احتماليه ان كل ادفرتايزر يتداس على الاعلان بتاعه او لا. وخلينا نتخيل ان اليوزر ساب كل الاعلانات وقرر ان هو يختار الاد بتاعك ويعمل اول كليك تتحسب على الكامبين بتاعتك. والكليك دي بقى موضوع كبير، لان مع حدوث الكليك بتظهر الاكتشوال داتا. خليني قبلها احكي لك ان قبل ومع وبعد حدوث الكليك بتحصل شويه حاجات كده هكلمك عنهم بالترتيب. بس قبل ما ندخل ونعرف تفاصيل اللي بيحصل في كل مرحله، خليني قبلها اعرفك على عنصر بيظهر قبل الكليك وفي نفس الوقت بعد ما الادفرتايزرز يتوزعوا في اماكنهم في المرحله اللي اتكلمنا عنها في البدايه، وهي الاد ديستريبيوشن، وهو انه بيحصل تحديد لحاجه اسمها اكشوال سي بي سي. ايه هي الاكشوال سي بي سي؟ الاكشوال سي بي سي يعني المبلغ الحقيقي اللي هتدفعه على كليك هتحصل عندك، وده ممكن يكون اقل او قد او اكتر من المبلغ المتحدد في البيدنج، بمعنى ان هي المبلغ الحقيقي اللي كل واحد من ال7 ادفرتايزرز هيدفعه لو اتداس على الاعلان بتاعه. هنا ممكن يجي في بالك سؤال، وهو مش ان انا المفروض ادفع اللي حددته من الاول خالص وانا بعمل الكامبين بتاعتي وبحدد البيدنج؟ لان مثلا في المزاد الحقيقي لو انا قلت القلم ده يقف عليا ب 10 جنيه، لو المزاد رسي عليا مش هدفع غير ال 10 جنيه. بس في الحقيقه في الانترنت ادفرتايزنج الموضوع مختلف شويه. في الاجزاء الجايه من القصه هنبدا نفهم ازاي المزاد مختلف، وهنبدا بشرح الاكتشوال داتا، وده هياخدنا لمرحله قبل ومع وبعد حدوث الكليك.